اشنو هاد العادات التقاليد اللي زدتوا لنا الله يرضي عليكم من المغرب؟ حق الملح عمرنا ما سمعناها. طاحوا سناني وطاحوا ضروسي وجدواتنا وجدات جدواتنا وما خلينا شيء، وبحثنا وزدنا شفنا نشوفوا نتاكدوا من هذا حق الملح. ما كاين لا حق الملح لا حق السكر لا حق سوداني، الزياده من راس الحمق. الا لا فاش كانوا الجيران تيهزوا لنا عاداتنا وتقاليدنا ونسبهم ليهم تيبقى فينا الحال وتنديروا الهيلاله. ايوا دابا لالا شداكم تجيبوا لنا عادات وتقاليد دوله واحده اخرى وتنسبوها لينا حق الملح. وهذا هو اللي حبيتي ديري الاعلان الله يرضي عليك شي مدب، شوف شي طريقه واحده اخرى وخلي عليك العيالات في التقال وخلي عليك الرجال في التقال، لا تنوضوا شي المشاكل في ليالي العيد. عمرها ما كانت عندنا هذه العاده ديال حق الملح ابدا في المغرب. ونقول لكم منين جايه وسيروا تاكدوا، هاد عادات حق الملح ديال تونس. لا تجيبوا لنا شي الله يرضي عليكم عادات وتقاليد دوله واحده اخرى وتنسبوها لينا حنايا ما صالحناش. عاداتنا تبارك الله تتحمق، احتفظوا لنا لالا وقدموا لنا هي عاداتنا وتقاليدنا. اش دانا نمشيو نجيبوا عادات وتقاليد وحدين اخرين ونسبوها لينا؟ اتقوا الله في عادات وتقاليد المغرب، لان راه موروث مغربي. لا تخلطونيش الله يرضي عليكم شعبان مع رمضان والزياده من راس الحمق. ما كاين لا حق ملح لا حق سكر لا حق سوداني. كانت المراه المغربيه في الليالي الاخيره ديال شعبانه تتفرح براسها تتحني. الا لا مولا دارها تيفرح بها تيجيب لها كل واحد على قد حاله، يا دهيبه يا دريره يا تفصيله يا شريبيل يا والراجل الحر ما تيعاينش حتى التالي ديال رمضان، تيهدي لمراته في اي وقت على قد حاله. خليوا عليكم العادات والتقاليد على اصولها، لا تدخلوا لنا شي ديال شي دوله واحده اخرى الله يرضى عليكم. ما صبت ما نقول هي باز.